لما تتابعي وصفتك مع اسماء يبقى لازم هتوفر لك بجد. وصفتنا النهارده توفير التوفير، مفيش فيها اي حاجه غير اننا هنوفر فيها كتير قوي. ممكن تعملي منها كميات وتعينيها في الفريزر. لايك وشير وندخل على مقادير وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بتحضري كوبايه رز وتغسليها كويس قوي وتنشفيها على فوطه مطبخ بالشكل ده. بعد كده هتجيبي 3 بطاطسيات متوسطين الحجم او بطاطسيتين كبار وتسلقيهم بقشرهم بالشكل ده بالميه فقط بدون اي اضافات. تمام. بعد لما الرز نشف معانا يلا بينا نحطه في الكبة ونطحنه بالشكل ده. اهم حاجة يكون ناعم جدا جدا جدا. بقى هنحضر بولة واول حاجة هننزل فيها الرز المطحون. بعد كده نشوف مقاديرنا ايه. معايا بصلاية متوسطة ومعايا معلقتين كبار من الخضرة ومعايا 5-6 فصوص من الثوم. بهاراتنا نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل والكمون والكزبرة. بس خلاص هي دي مقاديرنا. هنحضر الكبة بتاعتنا ونفرم البصل مع الثوم مع الخضرة فرم ناعم جدا بالشكل اللي هنشوفه ده. وبعد لما فرمناها كده هننزل بقى بالخليط ده على الرز المطحون بتاعنا. بعد كده هننزل بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت ومفيش فيها اي حاجة. تقدري تشوفي الفيديو وتقومي تنفذيها على طول. بعد كده هنقشر البطاطس بتاعتنا بعد لما اتسلقت وهنهرسها كويس قوي كل ده وهي سخنة، لان لما بتتهرس وهي سخنة بتتهرس انعم وبتكون بيوريه. بعد لما هرسناها بالشكل ده يلا بقى ننزل بيها على الرز والخليط بتاعنا ونعجن كويس قوي. مش شرط كفتة الرز تكون باللحمة او بالفراخ او بالجمبري او بالسمك، لا طبعا ممكن نوفر كتير قوي ونعمل وصفة مفيش اطعم من كده. انا عاوزة اقول لكم بجد الوصفة دي طلعت رهيبة. انا ما كنتش طبعا متخيلة ان هي هتطلع بالجمال ده. شايفين ما شاء الله رمت معايا كمية قد ايه. يلا بقى هنجيب بولة وفيها معلقتين زيت وهندهن ايدينا بالشكل ده وهنصبع كل الكمية. وممكن طبعا تعيني منها كمية في الفريزر ولما تحبي تستخدميها تطلعيها تفك وتصبعيها وتعملي بقى الخطوات اللي جاية. صبعنا الكمية اللي احنا عاوزينها النهاردة وهنحضر الزيت بتاعنا ونسيبه لما يسخن جدا. بعد كده هننزل بقى بأصابع الكفتة بتاعتنا وشوفي بقى هيخطفوها منك ازاي وريحتها هتكون قلب البيت حرفيا. شايفين الجمال والعظمة بجد بتتكلم عن نفسها. بعد كده هتاخد في التحمير بتاعنا 10 دقايق وتطلع باللون الذهبي الخطير. عاوزة تاكليها على كده مع مكرونة حلوة جدا. عاوزة تعملي صلصة وتاكليها مع رز برضو هنعمل كل حاجة قدامكم دلوقتي. بعد كده بقى هنحضر حلة وننزل فيها بمعلقتين من الزيت و3-4 فصوص من التوم كده ونقلبهم لحد لما التوم ياخد اللون الذهبي. وهننزل بكيلو طماطم معصورة بالشكل ده لحد لما تتسبك معايا. هنا خلصت كل الكمية بوريها لكم شكلها تحفة. بعد لما بتتسبك معانا هنزل بقى عليها بنص معلقة صغيرة من الفلفل والملح ورشة بسيطة بقى من الكمون والكزبرة وبس خلاص وهنقلبها. ولما تتسبك معانا ننزل بالكفتة فيها على طول ونغرفها بقى مع رز ابيض او عاوزة زي ما قلتلك تاكليها كده. اقسم بالله حرفيا روعة بجد. تقليبة بس كده ويلا بقى بينا نغرفها على طول. هتكون بالشكل القمر اللي انتوا هتشوفوه ده. بيني وبينكم انا بحبها ناشفة، يعني شلت منها كل الدمعة بالشكل ده واكلتها ناشفة كانت رهيبة. حضرتها بقى مع شوية رز كده وكانت جميلة جدا وشوية مخلل كانت حلوة. اتمنى الوصفة تعجبكم وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم لاننا كلنا عاوزين وصفات التوفير. ووصفتك مع اسماء زي ما وعدتكم دايما هتعمل لكم وصفات توفير التوفير. انتظروني في فيديوهات جاية كتير. باي باي.